السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله دايما. النهاردة هنعمل شوية مكرونة نجرسكو كده في حتة تانية خالص، حاجة كده وهم خيال. تيجي نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجة هنحتاج معانا مية سخنة بتغلي، هنحط عليها زيت. الزيت ده ليه؟ الزيت ده مهم جدا، خلي بالك في النجرسكو، عكس ان زي البشاميل. النجرسكو كده بتبقى عايزينها جوسي كده وما بتبقاش كده، بتبقى فهماني انت، تكون مظبوطه معاكي. لكن البشاميل بنحب الخلطه بخلطتها كده وبيبقى ماسك نفسه، عشان كده ما بنحطش الزيت. فالنجرسكو كده هتحطي لها زيت زيها زي سلق المكرونه العادي، تحطي ملح. نيجي نعمل مع بعض الحشوه دلوقتي بتاعت النجرسكو. هنعملها ازاي؟ تحطي زيت، هتجيب الفراخ اللي انت حابه تستخدميها، ده تقريبا ربع كيلو فراخ. هتسيبيه كده يدوب توزعيه كده وتسيبيه، ما تقلبيش خالص الا بعد شويه. بس كده هننزل عليها بمعلقه كبيره توابل فراخ، معلقه صغيره فلفل اسود، وتسيبيهم. شويه ملح. خدتي بالك انا ما حركتش لسه ما حركتش الفراخ خالص. ده ليه؟ لان عايزه من تحت تاخد لون كده معاكي، هتاخد اللون ده، هتدي معاكي طعم اكنها كده بالظبط شاورما. كأنك عاملة النجرسكو كده بالشاورما، مش عاملاها بفراخ عادي، لا. تركة الواحدة كده بتفرق معاكي، حاجة كده بتعمليها في الأكل هتغير معاك الطعم وهتظبط معاك الدنيا إن شاء الله. بصي كده عليت النار، كل ده ما قلبتش، خدي بالك من التفاصيل دي. كده على جنب. انا حسيت المكرونه اللي انا عاملاها دي كده قليله كده، فحبيت ان نزود، لان انا كنت عامله كميه للغدا وللعشاء. بصي بعد شويه كده حتى اللي قلبتها، بصي كده خدتي بالك من اللون، هو اللي بكلمك عليه ده. لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسيش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ولو انت اول مره بتشوفيني، يسعدني ويشرفني ان انت تبقي من عيلتنا الكبيره ان شاء الله. اصل الاكل مع خلود، تبتدي تقلبي فيها. شفت الحركات دي؟ حركات شيفات. بس المكرونه اهم حاجه برضو سوا المكرونه تكون ايه، تكون نص سوا بالظبط. تمام. المكرونه بتاعت النجرسكو تكون نص سوا عشان تطلع معاكي مظبوطه. هنا عملت مكرونه قلم، وهنا عملت مكرونه سباكيتي. كل واحد حابب شكل عملته له، ما تحرميش اولادك من حاجه واعملي لهم اللي نفسهم فيه. كده هننزل مع فوق الفراخ بفلفل الوان، فلفل احمر، فلفل اخضر. ويا سلام يا سلام لو في شويه زيتون مخلي، تبقى معاكي في حته تانية خالص، حاجه كده من الاخر، زي اللي بناكلها في المطاعم بالظبط، واحسن وانضف 100 مره، لان انت عاملاها في البيت بايدك لاولادك، مراعي نظافه الاكل انت شايفاه وعارفاه، هتطلع معاك حاجه مظبوطه ان شاء الله. واحنا طبعا رافعين شعار مع بعض، اعمليها ما تشتريهاش. خلي البيت بتاعك المصنع بتاعك كده، ابدعي وفنني يا ست الكل مع نفسك. كل اللي نفسك فيه اعمليه، ما تقعديش كده كسلانه، لا انا هنجيب من بره، لا انا مش عارفه ايه، انا هنجيب من بره. لا لا لا، كل واحد يعمل حاجته بايده كده في البيت، بتفرق جدا جدا جدا. بتخلي البيت كده مليان خير وفي روايح الخير كده في البيت. وان اولادك يحبوا اكلك، ما يحبوش الاكل بره ويتعودوا على الاكل بره، لا. جلعي اولادك كده واعملي لهم كل حاجه في البيت. وجوزك برضو نفس النظام، ما تعوديش اي حد ياكل من بره، كله ياكل من ايدك. ده عندنا اساسيات هنا، لازم لازم لازم. البشاميل 5 معالق سمنه، 5 معالق دقيق، تظبطيهم مع بعض يكونوا سايلين كده. انا حسيت ان الدقيق كده كان قليل على الكميه اللي انا كنت هنعملها، فحطيت دقيق تاني. كده كانت على جنب الحشوه كانت خلصت. فانا لو اخدت بالكم انا حطيت شويه ميه. شويه الميه دي ليه؟ هتخلي كله يشرب من بعضه، الفراخ تاخد طعم الفلفل والبصل، وكذلك الفلفل والبصل هياخدوا من طعم الفراخ. فكده كانت هتبقى التتبيله كده تمام. ادي كده لبن دافي، تنزلي بالكميه كلها مره واحده عشان ما يكتلش معاكي، يطلع معاكي مظبوط كده وكريمي ان شاء الله. ونصيحه مني، قللي الملح شويه كده في ايه،
في البشاميل هيطلع معاكي حاجة كده زي بتاعة المطاعم، كأنك بتاكلي كريمة بالظبط. قلبي كده كويس، وايدك في البشاميل ما تشيلهاش. شوية فلفل اسود، بصي البشاميل كده كان استوى معانا زي الفل، خد القوام المظبوط. هنيجي كده نركب الطواجن مع بعض. بس كده هنضيف شوية ملح للبشاميل، كان ناقص شوية ملح فزودته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دايما دايما احنا بنشتغل في مطبخ نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هتحطي كده تقريبا تلتين كمية وتسيب التلت. التلت ده سبته عشان المكرونة السباكيتي. قلبيهم كده كويس مع بعض. اظن الخلطة بتتحدث عن نفسها، شايفين شكلها وجمالها ولونها؟ لا انت بس ما شفتوش طعمها. ان شاء الله هتجربوا الوصفة بتاعتي، هتجربوا الطعم ان شاء الله هيطلع معاكي مظبوط جدا جدا جدا. ولو حابين وصفات زي ما قلنا، اي حاجة حابين نعملها لكم نتشرف نعملها لكم، تكتبوها لي في التعليقات، وانا من عينيا الاتنين في اقرب وقت ان شاء الله هنعملها لكم. البوتاجاز في ذمة الله. اقول انا بنضفها، رحت خدت لدعة هنا. سيبيه سيبيه سيبيه، يا ريتني مكان مكان نضفتها. خدت لدعة والله الحمد لله. البوتاجاز كانت سخنة ولدعتني في صباعي. ننزل كده بالبشاميل فوق النجرسكو بتاعتنا. صوص كده مظبوط، مش خفيف ومش تقيل. ننزل فوق الطواجن الصغيرة كده، ظبطيها ودلعيها. شايفين البشاميل كده لونه فاتح وكده وجميل ومظبوط، حاجة كده تبارك الله. هتاكلي صوابعك وراها حرفيا حرفيا، هتدمني عليها. احلى من بتاعة المطاعم اللي احنا متعودين عليها. هترش على الوش موتزاريلا كده وتدخل الفرن سخن يا باشا، وكده تطلع معاكي احلى نجرسكو كده. بصي بصي، شايفة جوسي ازاي؟ شايفة حاجة كده وهم. بصي بصي، روعة الروعة، اتقال فيها اشعار والله. اهو جوسي كده على الاخر ومظبوطة، ملح وفلفل وتوابل وفراخ كله مظبوط كده بالشعرة. ان شاء الله كده في نهاية الفيديو كده تدعموني بلايك وتدعموا القناة، ونتمنى ان انتوا تتابعوني، ولو حابين اي حاجة مني تكتبوها لي في التعليقات، وانا في اقرب وقت ان شاء الله هنعملها لكم. وان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.